ضبط زوجتين في أحضان عشيقيهما بمنزلي الزوجية نواحي مراكش. اهتزت جماعتا أوريكة وليلات كيركوست، بحر الأسبوع الذي نودعه، على وقع حالتين اثنتين للخيانة الزوجية، حيث تم اعتقال عشيقين بمنزلي زوجتين وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس، ما أثار حالة من الاستياء والغضب في أوساط ساكنة الدوارين المعنيين. الحالة الأولى تم ضبطها بجماعة أوريكا، حيث اعتقلت عناصر الدرك الملكي الزوجة الثلاثينية رفقة عشيقها الخمسيني، وهو صاحب وكالة أسفار بمراكش، بعدما تقدم زوجها بالشكاية في الموضوع بمقر مركز الدرك، في حين تم توقيف الزوجة الثانية رفقة عشيقها بمنزل زوجها بأحد دواوير جماعة الأتكركوست، حيث دأب الضحية على مراقبة شريكة حياته منذ مدة بعد شكه في تصرفاتها. وبمجرد علمه بوجود شخص غريب ببيته، عمد إلى إخبار الدرك لتتم مداهمة البيت وضبط الزوجة الخائنة رفقة حبيبها في وضعية تلبس. هذا وقد تم اعتقال المتهمين الأربعة وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث معهم قبل إحالتهم على مصالح النيابة العامة المختصة بتهم الفساد والخيانة الزوجية.